من زمان ما شفناش النادي الاهلي بيتصدر جدول الدوري بعد الفوز على سموحه في مباراه ما كانش النادي الاهلي الافضل، لكن كان الاحق خلال سير المباراه. عايز اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الكوره مع محترم. النهارده هنتكلم عن تصدر الاهلي جدول الدوري الممتاز في مباراه النادي الاهلي النهارده لعبها بسياسه اخطف واجري. انا عايز الثلاثه بونت، دي المهم ودي الاهم. الاهلي خد اللي عايزه من المباراه 3 بونت، رغم ان المباراه انتهت بهدف وحيد لاوتاكا بعد ما سمع كلام عماد متعب وبقي بيتابع الكور في الصندوق. النهارده شفنا يوسف بالعمري بيقدم شهاده ميلاد جديده، فكر جماهير النادي الاهلي بعلي معلول وبدايات علي معلول. حد يقول لي بدري، لا مش بدري، اللعيب بيقول سواء دفاعيا سواء هجوميا لعيب سلس. شوف التكتيك اللي عمل بيه الجول وخد الوضع على هادي، وقنبله ردت من حارس المرمى وتاكا جاب الجون النهارده رغم وجود امام، الا ان محمد علي بن رمضان ما زال بيتالق في الملعب. عمل مباراه قيمه وخصوصا في الشوط الاول. للمره الثانيه محمد علي رمضان بيحافظ على مستواه في مباراتين متتاليتين. امام عاشور النهارده ما كانتش الكره مساعداه وما كانش موفق، من اسوأ مباريات امام عاشور مع النادي الاهلي. اشرف بن شرقي علامه استفهام النهارده في المباراه، مش ده مستوى اشرف بن شرقي المعهود. النهارده لازم نحيي بيكهام في الدفاع اللي عمل مباراه قويه. حتى هادي اللاعب الجديد للنادي الاهلي اللي قدم برضه، تشوف الواد بيلعب سروهات كتير، لعيب بطينه محمد عبد المنعم، وانا بعني كلمه طينه محمد عبد المنعم. وحارس مرمى مصر الاول مصطفى شوبير صاحب الكلين شيت اللي عامل الكلين شيت باسمه سواء في افريقيا او سواء في الدوري. لسه منتظرين مباراه الزمالك اللي هيلعب امام زد، وبيراميدز هيلعب امام غزل المحله في غزل المحله. عايز اقول لحضراتكم انك تنتمي للنادي الاهلي ده شرف، انك تشجع النادي الاهلي ده فخر. في الكوره مع محترم مفيش حاجه هتفوتك.